السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، اليمن التعيس. سأتكلم على اليمن التعيس، ليس عن اليمن، لا، اليمن قال عنها الله سبحانه جل في علاه: بلدة طيبة ورب غفور. أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، أثنى على اليمن وعلى أهل اليمن. ولكن سأتكلم عن المواطن اليمني الغلبان المسكين الذي ضاع في أحضان اليمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن بقي في صنعاء وبقي في العاصمة واستقر فيها، قالوا: أنت أصبحت مع حرف الحاء، أنت أصبحت متحوث، أنت تذهب، هل تقول الصيحة، هل تقول الصرخة، هل تقول كذا، هل تقول كذا، وكلام فاضي وصنفوه والله المستعان. وهو غلبان مسكين، لا مع حرف الحاء ولا مع حرف الجيم. وإن خرج من صنعاء ذهب إلى مأرب، قالوا: أنت أصبحت مع الجار، مع كذا مع كذا مع كذا، وصنفوه. إن خرج من مأرب ومن الشمال وذهب إلى الجنوب، قالوا: دحباشي، قالوا: أنت مع الحراك، أنت انفصالي، أنت مع العيدروس، أنت مع مدري من، أنت. صنفوه وآذوه ولا حول ولا قوة إلا بأيما إذا. أين يذهب المسكين؟ أينما ذهب في اليمن صنفوه، إما حراكي أو انفصالي أو حوثي أو أهل مجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو دحباشي أو كذا أو كذا أو كذا، يعني مسميات ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن قال المواطن الغلبان اليمني التعيس: أنا أترك كل شيء، أترك كل ما كان في اليمن وأذهب إلى المساجد، إلى بيوت الله، أتعبد الله في المسجد، الأمن والاستقرار والأمان في بيت من بيوت الله. ترك كل شيء ودخل المسجد. إن دخل المسجد وقال: أنا أقعد في المسجد، قالوا: أنت تقعد بالساعات وتنام في المسجد، أنت تبليغي. تبليغي، أكيد تبليغي. قال: لا أنا مسلم. لا أنت أكيد مع حسني، مع أتباع الحسن. لا، أنا مسلم، أنا دخلت المسجد لأنني مسلم. لا، أنت حجوري، أنت مدخلي، أنت كذا، أنت كذا، أنت إصلاحي، أنت حزبي، أنت خارجي، أنت داخلي. وكأنه مسكين معاه مشروع سباكة أو تسليك كهرباء، تريد داخلي أو خارجي. وصنفوا حتى في المسجد، هرب من كل شيء، حتى بيوت الله لم يسلم منها. فيقول لهم: أنا مسلم. يقول: لا، أنت مع من؟ حدد موقفك، حدد أنت مع من. أنا مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تكفي، إلا لابد أن تصنفوه وتحزبوه وتبدعوه وتفسقوه وتضللوه. أف لكم، والله أف لكم. أين يذهب المواطن الغلبان؟ أين يذهب المواطن المسكين؟ حتى في المساجد، حتى في بيوت الله لم يسلم من ألسنة الناس. أين يذهب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشكو بثي وحزني ولسان حال اليمن التعيس، وأشكو بثي وحزني إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة، والله مصيبة. ويبقى في المسجد ويصنفوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولربما أنت سروري، هو في يمني مسرور حتى تقولون سروري؟ من أين جاء له السرور؟ من أين جاء له السرور وهو في اليمن؟ لم تتركوه أبدا في التصنيف، سواء إن كان في المدن أو كان في أنحاء اليمن. قالوا: أنت مع من وأنت مع من وأنت مع من السياسيين الغششة الذي باعوا الوطن وباعوا المواطن، أو ذهب إلى المساجد ليتعبد الله. قالوا: أنت كذا وأنت. حتى في المسجد لم يسلم منه، حتى في
المسجد لم يسلم منه. ولربما يتركون عليه السلام: أنت مع فلان، أنت مع فلان، وهو والله ما دخل إلى المسجد إلا ليتعبد الله، إلا ليتعبد. أين أنتم من قوله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أعلم بحاله، إن الله عليم خبير وخبير بأحواله. من أنتم حتى تصنفون الناس وتبدعون وتفسقون وتضللون وتخرجونه من الإسلام أو من السنة أو من كذا أو من كذا أو من كذا؟ هو مسلم. أما يكفيكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله.